وتوقف المشروع في 2009. 14 سنة الآن والبيوت الآلة للسقوط لا زالت تنتظر على الأقل من ينتشلها وينتشل ساكنيها. المجالس البلدية مع الرئيس وأنا أتكلم معاك سلم تقرير من المحافظة الشمالية، عدد البيوت الآلة للسقوط مهول جدا بالآلاف، وأيضا عدد البيوت المهجورة اللي هجروها أهلها لأنها غير قابلة للسكن أيضا بالآلاف في أكبر محافظة في البحرين تقريبا من الناحية السكانية. العاصمة وحدها فقط مع الرئيس فيها 1230 بيت آيل للسقوط حسب المجلس البلدي العاصمة، وبالتالي هذا يؤشر طبعا ما ندري المحرق ايش قاعد اكيد اكثر والجنوبيه ايضا، وهذا يؤشر على ان هناك بالفعل صار اهمال لهذه البيوت ولا يوجد جواب عند يعني الحكومه من قبل الحكومه الى كيف سيتم اصلاح الوضع. على الحكومه ووزاره الاسكان البلديات والوزارات المعنيه ان تخرج بمشروع يعيد احياء هذا المشروع الذي جاء من قبل جلاله الملك، على الاقل تكريما ل يعني ذكرى الميثاق ولجلاله الملك ولشعب البحرين الذي يستحق ذلك. اعتقد ان التذرع بعدم وجود ميزانيات لم يعد مجدي، لان احنا مررنا في الفتره الماضيه ولا زلنا حتى الان بفوائد نفطيه جيده، واعتقد كان بالامكان تخصيص مبالغ محدوده على الاقل لدعم هذا المشروع. لا نريد لشعبنا ان يتحول الى لا سمح الله الى شعب يعني يستجدي من يصلح له بيته وسكنه. اعتقد الدوله عليها مسؤوليه دستوريه في الاساس ان يكون هناك بالفعل مشروع لاعاده هذه البيوت، واما البيوت المنهاره على اصحابها اعتقد لابد من التفكير في ازالتها وتعويض اهلها او يعني تعويضهم ببيوت اخرى. اما السكوت يعني سكوت الوزاره ولا زالت الحكومه لم ترد ولم تعلق على مداخلات الزملاء اعضاء مجلس النواب، نحتاج الى يعني حوار هادف يحيي هذا المشروع.